السينما المصريه في وقت من الاوقات نزل عندنا فيلمين جامدين جدا، عمارة يعقوبيان وحليم. كنا محتارين قوي نخش انهي فيلم فيهم، طبعا من روعه الفيلمين وعبقريتهم وعبقريه الابطال والمخرجين. السنه دي بقى وبرضه في السينما المصريه نزل عندنا 3 افلام برضه محتارين نخش ايه فيهم. طبعا المره دي مش من جمالهم، هم 3 افلام مهمين جدا عندنا: القشاش، قلب الاسد، عش لا مؤاخذه يعني البلبل. بس المره دي مش من عبقريتهم، المره دي من فشلهم الذريع. مش فشل مادي طبعا، اكيد الافلام دي بتجيب ارباح زي الفل ملايين، لكن فشلهم الاجتماعي والثقافي. اذا كان على الفلوس، عم السبكي معاه فلوس اللهم صل على النبي يعني كتير اللهم بارك، هو وغيره من المنتجين اللي بيعملوا النوعيه دي من الافلام التجاريه. صافيناز نجمه لولبيه وهايله قوي بصراحه، بس مش تهيل الشعب المصري كله وراها كده والشباب كله ما يبقاش ليه سيره غير محمد رمضان. احنا من نزله السمانيه شويه نسوان، فنان جميل وشرس قوي وبيمثل طبقه موجوده في الشعب، بس للاسف ما ينفعش يكون قدوه للجيل الجديد. بالنسبه بقى لسعد الصغير ودينا، اركبي ورايا العجله. سعد يهز ودينا تركب. يا ريت ما نضيعش كل وقتنا في الهجوم على السبكي وحملات بقى على الفيسبوك لمقاطعه افلامه وكل الكلام ده على الفاضي في الاخر. عايزين بقى نستغل وقتنا في افكار جديده، افلام هادفه من المنتجين تعدل بقى الكفه شويه، ويا ريت المخرجين يساعدوهم على ده ونركز في القصه. سيبكوا بقى ما يبقاش كله مناظر والصدور والوراك دي خلوها لكنتاكي، نركز احنا في افلامنا يا ريت شويه عشان ننهض بالسينما المصريه. ونجاح افلام السبكي جه لان مفيش افلام غيرها في الساحه دلوقتي، وللاسف الشعب كله بيخش وبيدفع وهو اللي بيحقق له الملايين دي. ويا ريت ما تبقاش الافلام كلها هشك بشك وبلطجه، عندنا قضايا كتير قوي اهم من الكلام ده. وبالنسبه للسبكي، انت عارف انت بالافلام اللي بتعملها دي انت بتعمل ايه؟ انت بتفشخ نفسك وبتفشخنا وبتفشخ العالم كله معاك.